رسول الله علم الدنيا كيف تكون الأخلاق. رسول الله علم الدنيا كيف يكون التسامح. رسول الله علم الدنيا كيف يكون الغفران. وأنا أعجب كل العجب لأمة قال ربنا في حقها كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن على أرض الواقع لا تسمع إلا مسلم قتل مسلما، مسلم يغتاب مسلما، مسلم يتكلم في عرض مسلم، مسلم يتكلم عن أخيه بالغيبة والنميمة. وأنا أسألكم بالله، أهذه هي أخلاق إسلامنا؟ أهذه هي أخلاق نبينا؟ أيها السادة، شبابنا للأسف الشديد لا يعرف شيئا عن رسول الله الآن، ولا عن صحابة رسول الله الآن. أفيقوا فالأمر جد خطير. ورضي الله عن عمر إذ يقول: لقد كنا أزلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله. مساجدنا أصبحت خاوية إلا من رحم ربك من الفروض. في صلاة الفجر لا تجد إلا 2، وربما يؤذن المؤذن ويذهب إلى بيته ولا أحد يصلي. شبابنا الآن يجلس على مواقع التواصل الاجتماعي وقبيل الفجر بقليل يدخل فينام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سنسأل بين يدي الله يوم القيامة، والسؤال سيكون صعب والإجابة ستكون أصعب، لأنك لم تعد لذلك الأمر جوابا. أفيقوا يا أمة محمد، الأمر جد خطير. سلوا أبناءكم الآن ماذا يعرفون عن النبي. سلوا أبناءكم الآن ماذا يعرفون عن أخلاق الحبيب النبي. سلوا نساءكم الآن ماذا يعرفون عن حياء نساء النبي. أفيقوا. عائشة التي علمت الدنيا كيف يكون الحياء تقول: والله لما دفن عمر بن الخطاب في حجرتي، قالت: لما كان يدفن فيها رسول الله وأبو بكر كنت أدخل وأنا ألبس لباسا خفيفة شفافة، وكنت أقول: ما هو إلا زوجي وأبي. فلما دفن عمر ما دخلت الحجرة إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر وهو ميت. الآن فتشوا عن أخلاق المسلمين ستجد أنها قد كفنت ودفنت، نسأل الله الستر والعافية. سلوا عن حياء المسلمين ستجد أنه قد كفن ودفن، نسأل الله الستر والعافية. يا أمة محمد، أخلاقنا الآن هي التي تعبر عنا ورب الكعبة. أفيقوا. لا صدق فيما بيننا، ولا حياء فيما بيننا، ولا أدب فيما بيننا إلا من رحم ربي. مسلم يصلي بجوار مسلم ولا يكلمه. الجار أصبح لا يكلم جاره الآن. الأخ مع أخيه في بيت واحد لا يكلم أخاه. ما هكذا كانت أخلاق المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من تحتفلون بالنبي، عودوا إلى أخلاق الحبيب النبي. علموا أولادكم، واعلموا أننا سنقف جميعا بين يدي الله. ستسأل عن ابنك، وستسأل عن بناتك، وستسأل عن زوجتك بين يدي الله يوم القيامة. فتشوا عن أمور ديننا فيما بيننا. الأخ يكذب على أخاه،
الأخت تكذب على أختها، الزوج يكذب على زوجته، الزوجة تكذب على زوجها، الأولاد يكذبون على أبيهم، والأب يكذب على أبنائه. وهكذا ما كانت أخلاق المسلمين ولا أخلاق سيد المرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. فمن منا يستطيع الآن أن يدافع عن سنة رسول الله وبيوتنا أصبحت خاوية من الكلام عن النبي؟ المصاحف في البيوت لا ينفض عنها الغبار إلا في شهر رمضان. من منا قام من نومه وسأل ولده صلى أم لم يصلي؟ من منا قام من نومه وسأل زوجته صلت أم لم تصلي؟ من منا قام وحاسب أولاده وحاسب بناته وحاسب نفسه أولا، فرط في سنة النبي أم لم يفرط؟ شبابنا لا يعرف الآن إلا أسماء المسلسلات والأفلام، شبابنا الآن لا يعرف شيئا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطيعوا الدفاع عن النبي فالذي سيتولى الدفاع عنه حيا وميتا هو الله. أبين لكم ذلك وهو ما أختم به حديثي بمشيئة الله جل في علاه. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أجمل ما قرأت وهو موجود ووقع بالفعل، بعد السنة 57 بعد 500 في عهد أو في عصر ملك يقال له محمود نور الدين زنكي، ذلكم الزاهد العابد الورع التقي، كان يتولى الخلافة على مدينة سيدنا رسول الله. أراد اليهود أن يخرجوا جثمان النبي من قبره، فإذ بهم يذهبان إلى رجلين من اليهود وأعطوهما من الأموال الطائلة، وإذ بهم يلبسان زي المغاربة من المسلمين، وذهبا إلى مدينة سيدنا رسول الله يجلسون بجوار الروضة الشريفة، وإذ بهم قد أخذوا حجرة وبدأوا فعلا في الفحر. وقبل أن يصلوا إلى الجثمان الطاهر اسمع ماذا حدث بعدما توحد من قال أنا الله. إذ بالحبيب النبي يأتي إلى الأمير الزاهد الورع التقي ويقول له أنقذني من هذين الرجلين. فقام الأمير فزعا ثم نام، ثم جاءه النبي في المرة الثانية وأشار النبي على نفس الرجلين، فنام الأمير، فجاءه النبي في المرة الثالثة فقال والله لا نوم بعد اليوم. ثم قام من نومه وإذ به ينادي في أهل المدينة الأمير يريد أن يجتمع بالناس ليوزع عليهم من مال الله. فاجتمع أهل المدينة، أخذ الأمير ينظر في الرجلين اللذان أشار إليهما الحبيب النبي فلم يجد، وإذ برجل يقول هناك رجلين بجوار الحجرة الشريفة ليس في حاجة إلى مال. فذهب إليهما الأمير وإذ به ينظر إليهما ثم بكى وقال اللهم صل على محمد، هما والله يا رسول الله، هما والله يا رسول الله، هما والله يا رسول الله. ثم مر في حجرتهما
فإذ به يجد أموالا طائلة ووجد مصحفين، وإذ به يجد حصيرا فرفع الحصير فوجد سردابا ممتد إلى قبر الحبيب المصطفى محمد. والله يعصمك من الناس، فالذي تولى الدفاع عن نبيه حيا لن يتخلى عن نبيه وهو ميت. لكننا نحن في حاجة إلى أن ندين بدين ربنا، وإلا أن نتمسك بأخلاق الحبيب نبينا. يا سادة، كلنا كل البعد إلا من رحم ربي عن ربي وعن أخلاق نبي. والله أقولها لله بكل صراحة، ما ضعفت أمة إلا بسبب بعدها عن دين سيد الأمة. إلا تنصروه فقد نصره الله، إن اجتنبنا محارم الله وإن نفذنا ما أمرنا به الإله سدنا العالم أجمع. كما كان صحابة النبي، كانوا فئة قليلة ولكنهم كانوا كثير الإيمان، ومع ذلك سادوا العالم أجمع من المشرق إلى المغرب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.